وبعدين بقول لكم حاجه، انا مش هطول عليكم، انا هقول كلمتين بس. ان احنا التربيه الرياضيه بنشرف اسماعيليه ماشي في كل المجالات. يعني انا لما بطلع اما بروح الوزاره الاجتماعات التعليم الاعدادي بقوم وبظهر، والله العظيم انا كنت من اسبوعين في القاهره والمديرة عام التعليم الاعدادي بتقول لي الله يبارك لكم، بتقول لي التجربه اليابانيه هتتفعل عندكم، قلت لها ايوه في المجمع واخدين المكان، قالت لي انتوا كده بتنفذوها اوريدي يعني جاهز مش عايزين حاجه. ليه؟ قلت لها بتقول لي انتوا عدد ادارات قدام 8، قالت لي يعني انتوا صوتك عشان التصوير. قالت لي بس الله يبارك لكم الشغل ما شاء الله، لان جم زاروا مدرستين عندي فجأة وهم جايين في الطريق قالوا ايه؟ احنا جايين جهزوا لنا مدرستين. فانا بقول ده ايه؟ ان احنا كلنا، انا تربيه رياضيه لما بروح في اي مكان، يعني مره متابعه وزاره وانا في لجنه اعداديه، فجم كان معايا رئيس لجنه فبيقولوا لي تلاقي قوه شخصيه وكده، فبيقولوا لي انت تخصصك ايه؟ قلت لهم تربيه رياضيه. قالوا لي هم بيعلموكم في الكليه قوه الشخصيه؟ قلت لهم لا، التجارب والخبرات. فانا بقول حاجه، ان احنا كلنا بنطلع من الكليه اكفاء، مش اكفاء لان اكفاء عمر، اكفاء ممتازين. فكلنا عندنا القوه والقدره لو احنا بنعامل ربنا وخيركم من تعلم وعلم، ان احنا نفوق يعني اي معدلات. خلاص. وانا السنه دي لاحظت في التربيه الرياضيه، انا متابعه على طول، لاحظت في التربيه الرياضيه حاجه جميله جدا جدا، ويا ريت كل القطاعات تعمل كده، اللي هو التحفيز للناس الايه الممتازين. علشان ايه يا جماعه؟ هو احنا كلنا صوابعنا مسيبه، في مننا الكويس وفي مننا اللي بيريح، هو عارف بس بيريح. لا، انت في ربنا بيكتب لك كل حاجه بتعملها يوميا، وهنحشر كلنا وكل بعمله، كل بعمله. فيا ريت كلنا، واحنا اساس المدرسه عموما الطابور والتربيه الرياضيه، واساس المهرجانات والحاجات دي التربيه الرياضيه، واللي بيعلي اسم المدارس واسم الوزاره التربيه الرياضيه. فانا بسالكم كلكم ان شاء الله، وبسال ربنا يعني ان يوفقكم ويعلي مقامكم، ونعمل لان احنا يعني احنا بنعمل، احنا دلوقتي يا جماعه بنخطي خطوه مش عارفين هنرجع ولا لا، فهو عملنا هو اللي هيبقى، وربنا يوفقكم. وبعدين في حاجه انا لاحظتها السنه دي ما اعتقدش ان انا شفتها، ودي حاجه حلوه، التحفيز. ليه؟ لان انا زي ما انا في دلوقتي مدرسين اكفاء، انا عندي برضو مديرين مدارس اكفاء ولابد ان يتحفزوا. في مديرين مدارس متقاعسين. ليه بقى؟ المتقاعس ده يشوف يعني انا نفسي الاستاذه نيفين والاستاذ محمد حجاب والاستاذه ماجده يعني يشوفوا مثل، بصراحه كلنا مش متساويين، يعني فينا كده وكده، ويشوفوا مثل من ان هم هيتحفزوا ويقولوا ايه سبب تحفيزهم. عندنا يقولوا يا استاذه ليه؟ عشان التاني يعرف ايه ويعمل، عشان يتحفز السنه الجايه. ايوه كل واحد المفروض وربنا يوفقكم وبالتوفيق. مدرسين اعدادي وثانوي انتبهوا لي كده دقيقتين، احنا هنعمل عندنا هنا على حتى